سلام بنات. عودة أخرى مع فدوى في المويلو اللي وعدتكم به البارح، لو مويلو كراميل افيك اون غاناش مونطي من الفوق، اللي فيه اون غاناش مونطي خفيفه ولذيذه في الماكله كيف ما كتشوفوا معايا. صدقوني يا البنات، من اجمل لي مويلو اللي عندي في لي فيش تكنيك ديالي. نبداو ان شاء الله بلا غوسيت ديال لو مويلون بالبنات. لو بيسكوي لو كيك او كراميل اللي فيه 90 غرام ديال الكاسوناد، 140 غرام ديال الزبده، 150 غرام ديال البيض كامل، 50 غرام الجلوكوز، 155 غرام ديال الطحين، 80 غرام ديال بودره اللوز، و5 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. كيف ما كتشوفوا خصني اون بوش عدوي ولو كراميل اللي غنصاوبو. بالنسبه للبنات لو كراميل اللي هو لا باز ديال هاد لا روسيت فيه 155 غرام ديال السكر سنيده، وفيه 185 غرام ديال لا كريم فريش. لا كريم فريش عبرتها لكم على البنات بالغرام. كناخذ اون كاسرول، كناخذ كاسرونه وكنلوح فيها داك السكر اللي عندي ديال الكراميل شويه بشويه كيف ما كتشوفوا. كنضيف السكر بشويه بشويه باش ما يتحجر ليش البنات. هذه اون تكنيك، ماشي نجيو نكبوا السكر كله دفعه واحده، نكرملو بشويه بشويه كيف ما كتشوف. لا غوسيت اليوم كتكون من لو بسكوي و لو كراميل. هذا هو لا باز ديال لو مويلو اللي عندنا اليوم. نحركوا البنات بشويه بشويه. البنات دائما كنكملوا بهذه الكيفيه كيف ما كتشوفوا. لو كراميل ديالي ان شاء الله السكر كله داب وخدا واحد اللون ذهبي، وهنا كنضيفوا ليه الكميه 185 غرام ديال لا كريم فريش من نوع بريزيدون البنات. حيت الا درت وشويه ديال الملحه ضروري. كنحرك البنات بهالقد الكيفيه وكنخلي لو كراميل ديالي يبرد على ما نصوبو لو كيك. كيف ما كتشوفوا في الروبو البنات درت الجلوكوز والزبده والسكر الاشقر، وحنا كنطربو واللوز غبره والخميره بيان سور. نخليو الزبده الدور ونزيدو عليها الكميه اللي عندنا ديال البيض، 150 غرام ديال البيض. هنا كنزيدو الخليط البنات اللي عندنا اللي فيه الطحين ولا بودغ داموند. واخا نسبقوا لا بودغ داموند مع البيض لا اشكال، بحال بحال. كنخلطوا البنات بهذه الكيفيه، وفي اخر حاجه كنضيفوا لو كراميل البنات وكنقصوا منه، عقلوا نقصوا منه واحد المعلقه اللي غنحتاجوها، حيت ما غنعاودش نذكر البنات الطريقه. ملي خلطنا لو كيك، هذا هو السر ديال البنه ديال لو كيك. كنقصوا منه معلقه صغيره باش غندهنوا ان شاء الله المويلو من بعد ما غادي يطيب البنات. وغنحركوا بهذه الكيفيه، وما نساوش ديك القبيصه د الملحه اللي درنا في الكراميل. هاد البنات انا صدقوني من اجمل لي مويلو اللي عندي. البنات هنا بدلت السيليكون، خديت اس اف 027 لانه كبيبر شويه باش يبان لكم اكثر لو مويلو. كنعمرو بهذه الكيفيه وكنخليوه واحد شويه فين يطلع لنا المويلو، ماشي بزاف. نضربوا شويه البنات. انا حين تخليت لي مويلو بريد شويه في الثلاجه عاد بوشيتو. بغيتو تبوشيوه مباشره لا حرج البنات. هنا كناخذ دي نوازيط طوريفي محمراهم في الفران، كل وحده كل امبرانت كندخل فيها نص ديال النوازيطه محمره في الفران. كنخشيهم بالمسيس هكذا او بشي حاجه، نخشيهم من داخل ونخشيو البنات. المويلو ديالنا المويلو كراميل يطيب في فرن درجته 160، ومره كندور اللاطه باش تجيني لا كويسون مقاده البنات.
وهنا البنات دخلتها الحفران، وشوفوا القياس ديال المويلو اللي بوشيت في لي زومبرانت. خشيه يطيب ان شاء الله في هذا الفرن. من بعد ما طاب ليا البنات خرجته بهذه الكيفيه. صدقوني المذاق ديال المويلو بلو كراميل اكثر من روعه. البنات هنا غنبداو في لاكاناش مونطي، اللي هنا في هاد الكاسرونه سخنت 150 مليلتر ديال لا كريم فريش بريزيدون، ضفت عليها 200 غرام ديال الشكلاط بالحليب، خلطتهم، ومنين بردوا زدت عليهم 60 غرام ديال لا كريم فريش بريزيدون بارده. البنات هذه هي لاستوس ولا بون غوسيت ديال اون غاناش مونطي. نخلط بهذه الكيفيه البنات، ونخلي هاد لاكاناش مونطي تبات الليله كامله في الثلاجه. عقلوا البنات 200 غرام ديال الشكلاط بالحليب، 150 مليلتر ديال لا كريم فريش بريزيدون سخونه اللي غندوبوهم بجوج، ومن بعد غنضيفوا عليهم 60 غرام ديال لا كريم فريش بريزيدون بارده. ما تديوش عليا قوه المشاغل وليت كنزقل الهضره. هنا البنات من بعد ما بيتها غنديرها ان شاء الله في لو باتور، وغنمونطيها بالطريقه باش غتشوفوا معايا. نكونوا حريصين على ان ما نبقاوش ندوروا فيها بزاف، ندوروا حتى نتحصل على داك تيكستور خفيفه اللي بغيت، ومن بعد غنحبس الباتور البنات. الكيفيه ديالها كيف ما كتشوفوا بعد ما باتت في الثلاجه. البنات كنطربوا بهذه الكيفيه كيف ما كتشوفوا معايا حتى كنتحصل على لا تيكستور اللي بغيت. كيف ما كتشوفوا معايا كنجبد الحواف ونعاود نضرب واحد الضريبه، ومن بعد ان شاء الله كنحبس وكنرد البال باش ما نطربهاش اكثر من القياس البنات. لا تيكستور اللي بغيتها البنات هي هذه. ومن بعد هنا انا دهنت بديك المعلقه الكراميل اللي شيط، دهنت بها لي مويلو ديالي. وماشي ضروري انكم تدهنوا البنات، ماشي ضروري انكم تسوبوا انكم ديروا لا سيرفاس فيها الكراميل البنات، اختياريه. كنبوشي بهذه الكيفيه البنات حتى كنكمل لي مويلو اللي عندي كاملين. ومن بعد البنات ملي كنسالي لو بوشاج كنسوبودري لي مويلو ديالي بلا بودر كاكاو من النوع الجيد، وكنزوق باش ما بغيت، اما حبيبات الشوكولا، اما بالشوكولا اللي غادي تشوفوا معايا ان شاء الله اللي كيتباع في جميع الاسواق بالالوان. كنسوبودري البنات بهذه الطريقه. البنات كنستمروا بهذه الكيفيه كيف ما كتشوفوا، وكنزوقوا باي بونبون شوكولا عندنا. انا زوقت بهذا، وانتم تزوقوا باي حاجه متواجده عندكم في البيت، لي نوازيت طوريفيه محمرين ولا لي بونبون شوكولا بلي كولور اللي بغيتو. المهم صدقوني البنات المويلو رائع في المذاق. كنتمنى البنات تجربوه تصيفطوا ليا لي فوتو كالعاده باش نلقطكم. البنات الشكل النهائي ديال اليوم هو هذا. كنتمنى يروقكم وينال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم لا فيديو زيدوا دعموها. دمتم في رعايه الله وليلتكم طيبه البنات.